يسندها مرة تانية، ابو المجد خدها لنفسه، ضربة جزاء. ضربة جزاء في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع. ضربة جزاء مش ممكن. محمد ابو المجد الراجل عدت من البداية من رضا العزب، وهينزل الجهاز الطبي وهتحصل مشكلة. مشاكل موجودة كتيرة في الدوري السنة دي. نزل له بقى البودلة ونزل له كمان الجهاز الفني. ضربة جزاء في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع، ونزل له كل بدلاء فريق طنطا. رد بعد المباراة، يعني إذا كان في وقت طبعا للرام. ادي الراجل هنا عدى، شوفوا بقى رجل هنا الراجل محمد ابو المجد حط رجله مع رضا العزب بخبرة طبعا، قدر ياخد ضربة جزاء. لكن اتكلم فيها طبعا نجومنا في الاستوديو التحليلي، كابتن علاء نبيل، كابتن احمد سمير، اتكلموا فيها اكتر مننا بعد اللقاء. محمود المتولي واسلام طارق، ضرب جزاء للنادي الاسماعيلي. محمود متولي كابتن النادي الاسماعيلي النهارده. متولي واسلام طارق، متولي وهدف. هدف للنادي الاسماعيلي، هدف من ضربة جزاء. مش ممكن على الإثارة، مش ممكن على الإثارة في الدقائق الأخيرة. كان الله في عون المدربين، يعني كان الله في عون المدربين والكابتن خالد عيد في توقيت صعب جدا. النادي الإسماعيلي ضربة جزاء في الدقيقة اللي اتحسبت كانت في الدقيقة الثانية، لكن خدنا وقت كتير جدا على ما اتلعبت، دخلنا في 7 دقائق. هدف للنادي الإسماعيلي أحرزه محمود المتولي من ضربة جزاء. حطت على يمين اسلام طارق، كان رايح معاها اسلام طارق، كان ممكن ينقذها. لمسها كمان بايده المتولي، يعني لمسها المتولي بايده، حاططها لمسها، كان ممكن يشيلها المتولي. حظه يعني